السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. وصفة اليوم عندنا اللحم بالبرقوق وبالمشماش. نتمنى تعجبكم هذه الوصفة هذه، وما تبخلوش عليا بلايك وبابوني. ونبداو بسم الله على بركة الله. غادي نبداو في التشرميله ديال اللحم. عندي هنا واحد شويه ديال القزبر والمعدنوس مع شويه ديال الماء. عندي هنا جوج ضامات ديال الزعفران، لا ما كانوش هاد ضامات تقدري ديري شعره زعفران شعره. عندي هنايا معلقه صغيره ديال الكركم ديال مطحون، وعندي معلقه صغيره ديال بسيبيسه وقعقله، وعندي معلقه صغيره مسوحه ديال الابزار، وعندي هنا معلقه صغيره ديال السكينجبير. وعندي جوج عواد ديال القرفه. هنا عندي جوج فصوص ديال الثوم، معلقه صغيره ديال السمن، وضروري البنات ما ديروا واحد شويه ديال الخرقوم ولا الكركم الاصطناعي، ضروري باش يعطينا هذاك اللون اللي حنا يعني ذهبي. بطبيعه الحال واحد شويه ديال الربيع تنخليوه حتى هو نزيدو عليه مع اللحم. بالنسبه للحم عندي هنا تقريبا واحد الكيلو ونص ديال اللحم. كنبدا نشرملوه في اللحم بحال هكا، يعني تدخل معاه هذيك جميع هذيك العناصر كلها تدخل معاهم. كيجي بحال هكا. ندخلو مزيان مع هذيك الخلطه. كنحط بحال هكا باش تشرب لينا هذيك القامه كلها، تشربها لينا. انا بالنسبه هنايا انا عندي اللحم البقري، وانتم اللي عنده الغنمي فحال فحال. اما بالنسبه للترقاد البنات من الاحسن يترقدوه واحد الساعه ولا ساعتين تيشرب هذيك القمه مزيان. ودابا انا غادي نحطه فوق النار باش يتشحر. انا نسيت ما درتش الملحه في الاول، انا دابا غادي نديرها. غنخليه يتشحر، ودابا غادي نقلبو اللحم باش ياخذ لينا اللون. نقلبو بشويه بشويه. صافي. دابا غادي ندير واحد شويه ديال القزبر. انا هذا هو اللي لقيته متوفر عندي. نتوما اللي عندكم بزياده من الاحسن ديروا بزياده. ودابا غندير واحد البصله كبيره مشلضه ورقيقه هكا، نخليوها حتى هي تاخذ مع المرق. عندي هنا واحد
كاس ديال العنبه مع مرش ديال الزيت زيتون والزيت نباتي. غنخليه واحد شويه تتنزل لينا هذيك البصله وعاده باش نمرقوه. ودابا غادي نمرقوا اللحم ديالنا. ضروري يكون الماء غليان. حتى هنايا ضروري تغطى شويه اللحم. ودابا غادي نسد عليه. ضروري تكون واحد 15 دقيقه، ضروري تكون النار مجهده عليه. من بعد 15 دقيقه كتنقصي عليه البوطه وتخليه يطيب على خاطر. عندي واحد الكميه ديال المشماش، واحد الكميه ديال البرقوق، غندير عليهم الماء على حسب البرقوق اللي عندي، واحد الطريقه ديال الملح. عندي واحد جوج عواد ديال القرفه، واحد غنديروه هنا مع المشماش، واحد غادي نديرو مع البرقوق. وعندي واحد الكميه ديال السنيده انا غندير نصهن. صافي وغنخليهم يطيبوا لينا حتى ينشفوا واحد شويه، وغادي ندير لهم شويه ديال الماء مزهر. هذا هو اللحم اللي طيبناه وكنخليه تيشرب لينا هذاك المرق. ودابا غادي نحطوه في الطبسيل التقديم. خدينا جنجلان وحمرناه واحد شويه، كيجي روعه. هذا هو الطبق اللي درت معكم اليوم ديال اللحم بالبرقوق. نتمنى يعجبكم والسلام عليكم.